السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيت 6 ابتدائي عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد رمضان. النهاردة هنتكلم عن ثالث درس، المعادن ومصادر الطاقة في الوطن العربي. طيب قبل ما اتكلم عن المعادن ومصادر الطاقة هتكلم على حاجة اسمها التعدين. طبعا انت عارف المعادن حديد ومنجنيز والكلام ده كله، تمام؟ يعني ايه تعدين؟ كلمة تعدين هو استخراج المعادن من باطن الارض. يبقى انا كده بعمل عملية ايه؟ التعدين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي العديد من المعادن ومصادر الطاقة اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية، وهي من أسباب التقدم والازدهار للدول الوطن العربي. فبنقول عليها كنوز مدفونة في باطن الأرض يجب الحفاظ عليها، مش أخلصها لا، ويجب استغلالها بشكل يخدم التنمية ويحمي مين؟ البيئة. طب يعني إيه بيخدم التنمية؟ إن أنا أعمل مشروعات بيها بس بنفس الوقت ما لوثش البيئة وما خلصهاش. فأول حاجة عندي ما المقصود بالتعدين هي عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من السطح، سطح الأرض. يبقى ده تعريف كلمة إيه؟ التعدين هي عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. الثروة المعدنية في الوطن العربي، وبالمناسبة عايز أفكرك طبعا بالدول العربية. أنا عندي هنا في الجناح الأفريقي مصر، تحتيها السودان، بعديها ليبيا، بعديها تونس، وطبعا الجزائر هي أكبر دول الوطن العربي، وبعد كده مين؟ المغرب، تحتيها موريتانيا. عندي برضو دولة هنا اسمها جيبوتي، تحتيها دولة اسمها دولة الصومال. عندي دولة طبعا تقع خارج النطاق الفلكي للوطن العربي بس هي دولة عربية، جزر القمر. المعادن، أول حاجة الحديد. طب أنا مطلوب مني إيه؟ مطلوب أعرف مين أولى الدول في الحديد وإيه أهميته، أو في أي معدن. عايز أعرف أولى الدول في إنتاجه، يعني أكتر دولة بتنتجه وبتستخدمه في إيه؟ الحديد أولى الدول هي موريتانيا، ثم الجزائر، ثم مصر. يبقى مين الأولى؟ موريتانيا. يستخدم في إيه؟ في بناء الكباري وصناعة القطارات والسيارات. ده بالنسبة للحديد. أدخل على معدن اسمه معدن النحاس. مين أولى الدول فيه؟ سلطنة عمان والمغرب. طب بيستخدم إيه النحاس؟ بيستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية. أجي بعد كده الذهب. مين أولى الدول العربية إنتاجا للذهب؟ هي السودان، تليها مين؟ مصر. يبقى واحد السودان، بعديها مصر. يستخدم في ايه؟ يستخدم في صناعة الحلي والعملات وبعض الأدوية. ايه ده؟ الذهب بيدخل في الأدوية؟ تدخل ذرات الذهب الصغنونة دي خالص في بعض الأدوية والعلاج من الأمراض. عندي معدن اسمه معدن المنجنيز، هو أشد من الحديد. أولى الدول في إنتاجه هي المغرب، تاني واحدة مصر. إيه أهميته؟ يستخدم في صناعة الصلب ومواد الطلاء. مثلا لما تيجي تشوف بيت أو عمارة بتتبني جديدة فتلاقي إيه؟ في حديد كده موجود فيها، ده معمول من إيه؟ مش حديد عادي، ده صلب ومواد الطلاء. الصخور، عندي صخور في الوطن العربي ليها أهمية كبيرة جدا زي الكبريت، ومن أولى الدول في إنتاج الكبريت هي العراق
ثم الجزائر. ايه اهميته؟ يستخدم في صناعة الأدوية والصناعات الكيميائية. يجي بعديها الفوسفات، معدن. معدن. أولى الدول المغرب، مصر الثالثة الأردن. يستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية. إيه ده، هو الفوسفات بيدخل في السماد الزراعي؟ المعدن بتاعه. والطوب الحراري. طبعا أدركت الحضارات القديمة أهمية المعادن زي الحضارة المصرية القديمة، فاستخرج المصريون القدماء الذهب من الصحراء الشرقية واستخدموه في أدوات الزينة، كما استخدمت بلاد الرافدين اللي هي بلاد العراق المعادن في صناعة أدوات الزراعة والطب والكتابة. طيب كده احنا اتكلمنا عن المعادن، نتكلم على مصادر الطاقة اللي هي البترول والغاز الطبيعي والفحم والحاجات دي كلها. بس تنقسم مصادر الطاقة إلى نوعين، قسمين: مصادر طاقة متجددة ومصادر طاقة غير متجددة. طب إيه الفرق؟ مصادر الطاقة المتجددة دي لا يمكن نفاذها، ما تخلص وغير ملوثة للبيئة. طب الغير متجددة المصادر دي تخلص وملوثة للبيئة. نتكلم أول حاجة عندي، انزل انت تحت، مصادر الطاقة غير المتجددة. البترول، الذهب الأسود، يستخدم في تشغيل المصانع والسيارات والطائرات، ويدخل أيضا في صناعة البلاستيك، وهو سبب رئيسي في قوة الاقتصاد لبعض دول الوطن العربي. بعض دول الوطن العربي بتستخدمه كسلاح ليها، ده بيرتبط بالعلاقات الدولية كمان، حابب تضغط على دولة تقفل عليها البترول. ايه اكثر الدول العربية انتاجا ليه؟ طبعا السعودية هي الاولى، بعديها العراق، بعديها الكويت. يجي بعد كده الغاز الطبيعي، يستخدم في الطهي زي البيوت اللي في البيوت عندنا، وتوليد الكهرباء، بس دي اسمها كهرباء حرارية، وتشغيل المصانع. في آلات بتشتغل بالبترول وفي آلات بتشتغل بالغاز الطبيعي. أقل مصادر الطاقة غير المتجددة تلويثا للبيئة، يبقى اللي بيميزه إن هو أكتر واحد من المصادر الغير متجددة تلويثا للبيئة. خلي بالك إن الغاز الطبيعي والبترول والحاجات دي كلها هو عبارة عن تحلل كائنات حية. الإنسان بعد ما يموت ويعدي عليه سنين وسنين 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 يبتدي يتحلل، تنزل منه الزيوت دي كلها، ده البترول. هو أكثر الدول العربية إنتاجا له قطر، ثم الجزائر، ثم مصر. ثالث مصدر للطاقة عندي بشغل بيه الآلات والحاجة زمان، يستخدم في المصانع، مصانع الصهر لصهر الحديد. صهر الحديد، بسيح الحديد. أكثر مصادر الطاقة غير المتجددة بقى تلويثا للبيئة، بيطلع منه كمية غاز ثاني أكسيد الكربون تبهدل البيئة كلها. أكثر الدول العربية استخداما ليه مغرب ثم مصر. ده بالنسبة لمصادر الطاقة الغير متجددة. طب مصادر الطاقة المتجددة عندي أول حاجة الطاقة الشمسية. الشمس بنولد طاقة من الشمس؟ طبعا، ودي طاقة متجددة وغير ملوثة للبيئة عشان الشمس ما بتخلص، فطاقة متجددة. يستخدم في توليد الكهرباء وتسخين المياه وتشغيل الأجهزة. الدول المنتجة بتعتمد عليه العديد من الدول العربية زي مصر والجزائر والمغرب. تاني طاقة هي الطاقة المائية أو الكهرومائية، ودي الطاقة المولدة من خلف السدود أو القناطر، بتولد لي طاقة. تستخدم في توليد الكهرباء بطريقة آمنة ونظيفة،
واكثر الدول اعتمادا عليها هي مصر والسودان، علشان طبعا نهر النيل. يجي بعد كده طاقة الرياح. شفت انت المراوح اللي بتشوفها كده عند البحر الاحمر اللي محطوطة في الصحراء دي؟ هي الرياح تيجي فتدور المراوح دي فتولد لي الطاقة. تساعد في توليد الكهرباء من خلال التوربينات، أجهزة كده اسمها توربينات اللي هي دوارة الرياح. من أكثر الدول المنتجة ليها مصر والمغرب وتونس. كده اتكلمنا عن مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الغير متجددة في الوطن العربي. يا رب أشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.